ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. جايالكم النهارده بحدوته جديده، يا رب تعجبكم. ولو اول مره تدخلوا قناتي وتشرفوني، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل الحواديت اللي هنزلها لكم. جايالكم النهارده بحدوته جديده اسمها الكتكوت المغرور. صوصو كتكوت شقي، رغم صغر سنه كان دايما بيعاكس في اخواته زي ولادنا كتير الصغننين، وكان دايما ما بيحبش يقعد في البيت، وكانت دايما مامته بتحذره انه يخرج لوحده عشان ما تأذيهوش الحيوانات والطيور الكبيرة. ولكن في يوم غفل صوصو مامته وخرج من البيت لوحده، وقال لنفسه صحيح أنا صغير وضعيف، لكن هثبت لأمي إني شجاع وجريء. قابل صوصو في طريقه الوزة الكبيرة، فوقف قدامها ثابت، فمدت رقبتها وقالت له كاك كاك. قال لها أنا مش خايف منك، وسابها ومشي في طريقه. وقابل بعدها كلب ووقف قدامه ثابت برضه، ومد الكلب راسه ونبح بصوت عالي هو هو. التفت إليه الكتكوت وقال له أنا برضه مش خايف منك. بعد كده مشي صوصو لغاية ما قابل الحمار وقال له صحيح انت أكبر من الكلب، لكن أنا برضو مش خايف منك. فنهى الحمار ها ها وساب الكتكوت ومشي. بعد كده مشي صوصو لغاية ما قابل جمل، فناداه بصوت عالي وقال له يا أيها الجمل، انت أكبر من الوزة والكلب والحمار، لكن شايف أنا مش خايف منك. وفضل ماشي الكتكوت صوصو مسرور وفرحان بجرأته وشجاعته، فكل الطيور والحيوانات اللي قابلها انصرفت عنه وما أذتهوش، يمكن خافت جرأته. ومر على بيت النحل، فدخل ثابت ومطمئن، وفجأة سمع صوت طنين مزعج، وهجمت عليه نحلة صغيرة ولسعته بإبرتها في راسه، وجري بسرعة بسرعة لغاية ما دخل البيت وقفل الباب على نفسه. قالت له مامته أكيد طبعا الحيوانات الكبيرة أفزعتك. فرد عليها وهو بينهج وقال لها لأ، أنا اتحديت كل الكبار، لكن النحلة الصغيرة دي عرفتني قيمة نفسي. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. يا رب تكون حدوتة النهاردة عجبتكم. الحدوتة دي تعلمنا إن احنا ما نتغرش ونسمع كلام مامتنا، ولو قالت لنا ما تطلعوش برا ما نطلعش، وبلاش نعاكس اخواتنا الكبار. يا رب يا صغننين تسمعوا الكلام. ما تنسوش لو أول مرة تدخلوا قناتي وتشرفوني، اعملوا لايك واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل الحواديت اللي هحكيها لكم. باي باي.